هو اللي فاعل قصده بإرادة فيه، ربنا هو الله اللي أعلم. قصده فيه انه ما قصدش ان حصل ايه، ابنه ان هو مش يعني على بنت ما بنتك حاجات ما برضك دبرش لسه ما قايلها. صحيش النهارده قال انا النهارده صاحي اقتل مالك، هو بيقول كده يعني. لا كان بيخطط له والكاميرا جايباه، الكاميرا جابت ايه؟ جابته وهو بيشاور له وطلع له كوس عصير، خد يا مالك، جري عليه، دخل الشارع اختفى وراح هناك ما دخلش وراه بقى. وما دخلش وراه، لا ما دخلش وراه. انا مش هتكلم لما حضرتك تطلب ماشي. الكلام. هو بيقول وراه- الكاميرا جايباه. واللي هو بيقول عليها ديت اللي شافته دخل وراه، راح محمد رنن على ابوها، قال له وعماله بتقول له الواد دخل معاه وهتخرب بيتي. رن عليه اكثر من 10 مرات بالليل في نفس اليوم اللي الواد اختفى فيه. محمد اللي هو قتل ابنه وبيقدر يدور معاه. طب هي قالت ان هو ما دخلش. ايه؟ دخل محمد اللي مدخل. انا ما بتكلمش، انا لا، مش موجود. بتقول أنا دخل بس هو جايب اللي عصير وبيقول له تعالى. تعالى. اولا موضوع العصير دي اقسم بالله العلي العظيم لا ظاهر في الكاميرا ولا موجود، ادي ده اول واحد. لا قال له تعالى. ما انا اقول ماشي، لحضرتك كان واقف وقال له تعالى. اقول لحضرتك اهو، ممكن نسمع. اقول بقى. لحضرتك اهو. اصل انا عاوزه، لو انا اتكلمت بطريقه انا مانيش محامي بدافع. ايوه انا لو انا هصطحب طفل مع احترامي لحضرتك يا هاخده في ايدي يا هيبقى قدامي، لكن هو ملك ده بقى كان يعني هو يمشي هو يجري والكاميرا جاي. انا مسؤول عن الكلام اللي بقوله، في كاميرا والله العظيم موجوده. الكاميرا جايباه هو وبتشاور. قال له تعالى ولا لا؟ قال له تعالى. نعم. قال له قال له تعالى. تعالى. ده في 2 اتسالوا انتوا سمعتوا هو بينادي على الواد؟ قالوا ما سمعناش. سمعنا في كاميرا بيقول لا قال تعالى. شاور له لا ايده ما اترفعتش، شاور له وقف ايده وقف ما وبص. اترفعتش، وان كانوا طب عاوزين نتجاوز استنى النقطه طيب. دي. لا يا أستاذ لا إلهام. مش نقطة. ما طب أنا أقول لك على حاجة. أصل ثانية يعني واحدة ديت بس. بقى حددها حضرتك بتقول ان الباب كان مفتوح، هو لا. دخل والتاني لا. دخل وراه. تمام. وانه تمنى ان مالك ما يكونش موجود. الكلام هنا حاجة تانية، ان لا. هو قال له تعالى يا مالك. انا أيوة، ندعي عليه. وانا بقول هذا الكلام من خيال نفسي ومن ما وحي نفسي. لا هو ده أقوال. ده بعد انا كانت الوضع مبهم بالنسبه لي تماما لحد ما انتهت يا فندم التحقيقات. هو حضرتك هتعتمد على يا أستاذ اقوال إرهام. يا جماعة. ماشي، حاضر. اتفضل. حضرتك عايز تعتمد على اقوال المتهم؟ طيب لو افترضنا ان المتهم بيغير كلامه، اكيد. تمام. طيب لما يبقى الجار كلامه متفق مع المتهم، يبقى في الحاله ديت نقول ان المتهم لا كلامه هو صح في ولا الاخر خطأ؟ حضرتك هو قتل. ماشي حلو. في الاخر وبعد ما قتله ما قالش مثلا يا جماعه والنبي الحقوني انا ندمان، لا ده خده وحطه في كيس وشاله وحط حجر وربطه في شجره وحطه في ترعه. ازاي قلبه طوعه؟ هموت اعرف ازاي قلبه طوعه. التصرف خاطئ بنسبه 100%. خاطئ ايه يا فندم؟ خاطئ دي حضرتك قاعد تقول انا مدرس. طيب اقول ايه اكتر من خاطئ؟ خاطئ طيب دي كلمه يعني اقول تصرف تليق. صح او لا. تصرف صح؟ لا ده تصرف مجرم. طيب تصرف مجرم. حلو قوي. انت وخارج عن نطاق الانسانيه والادميه. تمام. شكلا كده تمام. شكلا تمام. ايوه اللي حصل ده. ياخد ابن حضرتك أيوة. ويحطه في كيس ويحطه ترميه في الترعه يا استاذ ويربطه في ريهام، شجره هو ويروح يصلي وانا العشاء بقى انا ويأم مش عاوز الناس. اتكلم الكلام ده. انا هيتقال لي وانت محامي وانت في القضاء. بص يا استاذ ريهام، نعم. انا زي ما قلت لك في بدايه الحلقه، والله انا ما جاي مدافع. خلاص احنا بنجتهد وكل واحد بيقول اللي هو شايفه، طالما انا ما بقولش الكلام عن تعمد في الجهه الثانيه، وفي النهايه الحكم لله. اذا القضاء عطله عقوبه شديده، عطله اعدام، احنا راضيين بقضاء ربنا وعملنا اللي علينا، وهنقول طب لو اتحكم عليه بالاعدام هتفضلوا متخانقين برضه؟ الناس دي ما تلزمنيش تاني. معلش مع احترامي ليك، ده بقى اعتذار يا استاذه ريهام، انا قاعد منتظر. ليه هم اهل؟ بصي بس انا هو كده كده خلاص على بالنسبة كده لي- خلاص. بالنسبه لي لو حد غريب ماليش اخوات اكتر على كده الحمد لله. الحمد لله. محمد بس. قتل ابنه. لا هقول لك حاجه. بس على هي كده. قصدها ان اي حد يتعاطف معاه انه مشترك معاه. مشترك معاه. اي حد اشترك يتعاطف معاه. مع محمد لسه يا قتل استاذه ريهام يعني امه موجوده والانسان، وانت أيوة، رميت لها السؤال في الاتجاه الثاني. ماشي. ارجع اقول هو كده اللي مشترك معاه او المتعاطف هي اللي معاه. بتقول حضرتك مش انا. ايوه ما هو حضرتك بتقول الكلام اللي هي بتقوله. لا انا اي فرض على اللي هو حد عمله. اي لا، حد لا، يعمل ثانية. كلمة طيبه ثانيه كلمه واحده طيب بالراحه. انا بشرح اشترك لك في قتلي. يا والله فندم. ده بقى يا المحاسب فندم ربنا مش انا اللي انتي. بقول، انا بشرح لك وجهه نظري. انا فاهم ومقدر يا مش استاذ. انا اللي بقول. انا فاهم ومقدر والله، صلى على الرسول. طيب احنا في برنامج اهو الان بعت لك
وقلت لك وهددتك علشان الكلمه اللي هتطلع مني من في البرنامج هنا انا مسؤول عنها. مين اللي هدد مين؟ اذا كان مشير بيا على الفيس وكاتب على لسان بنته. وطبعا الكتاب وهو بيقول بنتي اللي كاتباه. ايوه بنتي. بنت ايه مين اللي عيالك كاتباها؟ متعلمين وانا بنتي مش متعلمه. بس اسكت بس. كاتبة طيب إيه؟ تشير على الفيس على لسان بنته وهو قال ايوه حضرتك بس قول. قال ان عمي صلاح ابو ماهر عمل محضر ستي. ولامي استنى. اللي هي ستها يعني وبعت لابويا بيهدده بيقول له ان ما ركنتش وخلتني اطلع محمد اخوك هعمل لك قضيه والبسك في الحيط. انا كده كده متعلم والناس بتصدقني ويعني وبدل ما نخسر هما بيهددوا يعملوا لك قضيه يعني. تمام. ده الكلام ده تشهير على الفيس. السؤال بقى حاصل. لو صدر مني انا كده تبقى جريمه، حاصل مين؟ تبقى جريمه وانا مرحب بالعقوبه عليها، لكن اقسم بالله ومطلوب منه قدام الاستاذه ريهام سعيد اذا امكن يقول هو مين اللي راح لك وبيقول لك الاستاذ صلاح بيهددك او بيقول لك ان ما ركنتش هيعمل لك قضيه ولا بس. الورق اللي انت الورق بعت لي. ايه الورق موجود. ورق ايه؟ الورق موجود. بقول بعت لي يا جماعه انتوا بتكلموني انا، انتوا جايين تكلموني انا. ورق ايه؟ ماشي. ورق ايه؟ الورق هناك الورق هو هبعته لك بكره. عامل رقم فبرك رقم مباح محمد عشان ما يتعرفش، وباعت لمرات محمد وبيقول لها لو محمد مات انا بقى بنت محروس عشان تعيش يوم بنت محروس. الورق موجود وهبعته لك بكره مع وما تفكريش ان زهراء بتحبك اللي هو قال. لا ثانيه واحده، لو يعني محمد مات يعني ايه؟ لو يعني لو لا فاهمك يا استاذه ثانيه واحده، وانا بقى طالبه حمايه. ثانيه واحده بس يا استاذه ريهام ممكن ثانيه واحده. ماشي اتفضل. لو القضاء يعني حكم هو انت مالك؟ اهو بقى احنا اللي دخلنا السجن كده. لا ان شاء الله من الحكم انا يا استاذه ريهام ليه هل هو طلب منكم في يوم من الايام انكم تتنازلوا؟ كلام استنتاج اهو. انا هو بسألك طلب وكلامه في الورق. انا بسأل اني ورق اظهروه وطلعوه في قضاء اظهروه. يا جماعه انا بسألك سؤال. الراجل دلوقتي بيقول لو محمد اتعدم انا هعمل وهسوي. هو حضرتك القاضي؟ طيب هو ازاي يقول كده؟ ما ينفعش يقول كده. هو بقى عشان لا ما ينفعش. هل هو انا بسألك سؤال وتردي عليه. هل هو جه طلب منكم انكم تتنازلوا؟ كلام. لا شفت بقى؟ لا لا قول لي سعيد وانت بدع الكلام. لا ما هي نظريه الشك. يا جماعه انا بسأل سؤال. الراجل الراجل بيقول دلوقتي انا واقف، يعني هو عايز يقول انا برضي امي بس لو اتعدم نعم. انا راضي برضو. قال كده مليون مره، ما قالش مثلا لا هو على جثتي. هل هو جه قعد معاكم كده قال لكم لازم تتنازلوا؟ بس يبقى هو مش عايزكم تتنازلوا. صلى على النبي. يبقى هو مش عايزكم صلى على تتنازلوا. النبي. استني بس. هو بيعمل اللي يرضي امه. انت ما كلمتش حد. استني ثانيه. ما كلمتش حد وقلت له ما انا هحاول ان اديهم بيت محمد ويتنازلوا. مين؟ انت ما كنتش عايز توصل للنقطه دي. وحصل بابنك قبل كده. لا ما انا مش هكذب. حصل. استنى بس. ولو ملايين الدنيا. استنى بس والله تقبلي انا ما بفترضش حاجه من عندي يا استاذ ريهام. في قلوب خير بتتواصل معايا، وقسما بالله لسه امبارح واحد من القاهره بيقول لي ما تلم الدور والحكايه تتلم وشوف يتعوضوا بايه. قلت له والله انا ما في ايدي اي شيء، والله لو انتوا شايفين اي حاجه يا جماعه انا مش متاخر معاكم فيها. انا بس نفسي نطلع من الموقف ده، بس انت مش هتقتنعي ان انا اللي انا فهمته يعني ان هو الراجل في النص. لا ده مش في النص. ليه بس مش تعود دي قله ادب يا استاذه ريهام؟ ينفع مش هيطلع ده كلام مش وانا التاني هاشم. ما ينفعش. مش ما هي خليها اقول لها تحترم اللي الكلام قدامك ده ما تغلطش. انت مش محترم.